ازيكم يا صف اولى اعدادي، اخباركم ايه؟ يلا بينا نبدا درس النهارده، تطبيقات النسبه والتناسب. اول حاجه عندنا مقياس الرسم. يعني ايه مقياس الرسم؟ مقياس الرسم يا ولاد هو ان انا بجيب مثلا رسمه، مثلا انا عايزه ارسم المسافه بين مدينه الاسكندريه مثلا والى مدينه آه، اسيوط، اي محافظه. تمام. فانا عايزه اقيس المسافه، لما اجي اقيس المسافه على ارض الواقع هتلاقي المسافه طبعا كبيره، فانا عايزه ارسمها على خريطه. هل هرسم الكميه دي كلها خريطه؟ انا عايزه خريطه بقى كبيره خالص بقى. لا، انا بعمل رسمه كروكي. فعشان اجيب مقياس الرسم اللي انا بقيسه، بقول المسافه طول في الرسم على الطول الحقيقي. مقياس الرسم بيساوي الطول في الحقيقه على الطول الحقيقي. تمام. ده المقياس الرسم. طب انا محتاجه في مقياس الرسم قبل ما ابدا في المسائل او ابدا احل على المقياس الرسم، ان انا اعرف حاجه واحده، ان انا الكيلو متر فيه 1000 متر، والمتر فيه 10 دي سي متر، والمتر فيه 100 سنتيمتر، والواحد سنتي فيه 10 ملي، والواحد كيلو متر فيه 100,000 سنتي. دول اكتبوهم قدامكم في الدفتر علشان تفتكروهم، ولان كده كده هنحتاجهم في درس النهارده اكيد. اكيد يعني. وحدات قياس الطول. تمام. دول اكيد هنحتاجهم. وقف الفيديو واكتبهم في الدفتر معاك، وخليك ماشي معايا خطوه بخطوه، علشان يا باشا تعرف كده انت طالع من الحصه النهارده عارف الدرس ده وفاهمه وعارف كل حاجه فيه، ومش فيش حاجه واقعه منك. تمام. طيب تعال نمشي كده خطوه بخطوه وخليك معايا. تعالى كده معايا يا بطل، وحل معايا اول حاجه وركز معايا هنحل ازاي عشان تعرف تحل زيي. بيقول لك اذا كانت المسافه بين مدينتين 80 كيلو متر، والمسافه بينهما على الخريطه 4 سنتي، فأوجد المقياس الرسمي لهذه الخريطة. هحلها ازاي؟ هنا أول حاجة لازم أساوي الوحدات. ازاي؟ يعني أنا لازم أحط في دماغي إن دي في واحدة هنا 80 كيلو متر وهنا في 4 سنتي، فهنا كيلو وهنا سنتي، فلازم أساوي بعض وأقول الكيلو متر فيه كام سنتي. خلاص احنا حفظناه. طب تعالى يا مس هنعمل ايه؟ أول حاجة يبقى في مسألة رقم 1 هكتب مقياس الرسم بيساوي ايه بقى القانون؟ الطول في الرسم على الطول الحقيقي. طيب الطول في الرسم كام؟ 4 سنتي، بالطول الحقيقي 80 كيلو متر، يبقى 80 كيلو متر فيهم كام سنتي؟ هعمل ايه؟ هرجع للي انا كتبتهم خلاص، اقول كده 80 في اللي يبقى الكيلو متر فيه 100,000 سنتي، يبقى انا هضرب 100,000 في 80 هتبقى كام؟ 8 مليون سنتي. الوحدتين شبه بعض كده هقسم عادي. هقسم هنا على 4 فيها الاتنين، هنا على 4 فيها الواحد، يبقى يساوي 1 على 2 مليون سنتي. يبقى 1 سنتي على 2 مليون. ده مقياس الرسم. تمام. ده مقياس ايه؟ الرسم. تعالي نحل السؤال التاني. صورة مكبرة للحشرة، إذا كان طولها الحقيقي 5 ملي وطولها في الصورة 7.5 ملي، فأوجد مقياس الرسم. يبقى أقول له مقياس الرسم يساوي، خلاص احنا القانون هو القانون ده هكتبه تاني هنا. طب أنا مش هكتبه عشان ايه وقت الحصة وكده. هقول له الطولة الحقيقي يبقى من تحت، والصورة في الصورة كام؟ 7.5 سنتي. 7.5 سنتي. ثواني. طولها حقيقي 5 ملي. ليه ما حطيتش اللي فوق؟ عشان انا افتكرت دي 5 ملي ودي سنتي، فلازم احول الايه السنتي الى ملي، احول الكبير للصغير. طب السنتي فيه كام ملي؟ في 10 ملي، فانا هضرب في 10 فهتبقى 75 ملي. يبقى اللي هنا ملي وهنا ملي. تمام. طيب هنا بعد كده هعمل ايه؟ هختصر هنا، اقول على الخمسة فيها الكام؟ فيها ال15. هنا على الخمسة فيها التلاتة.
طب قبل ما اعمل الحته دي عشان بس ايه ما تتلخبطوش، هنا في حد هيجي يقول لي يا مس ده عدد عشري وهنا عدد صحيح، فانا ممكن اتلخبط. انا هعمل حاجه تاني عشان تفهموه اكتر يعني. خلاص هشيل هقول له هنا خلاص 75. ليه 75؟ عشان ضربتها في 10 فالعلامه طارت، وهنا 5/10. طب يا مس عايزه اقسم، قبل ما اقسم اضرب في 10 هنا واضرب في 10 هنا. ليه يا مس؟ لما اضرب في 10 العلامه دي هتطير مع الصفر، تفضل لي ايه 5 وهنا 750. طب لما اقسم على الخمسة 750 على الخمسة فيها الكام؟ فيها 150 وهنا 1، يبقى هنا ايه 150 على 1 ملي متر. طيب هنا لو لاحظ هنا 1 بقسمه على 2 مليون، يبقى اكيد ده 1 ايه، ده كسر صغير، فهنا ده اسمه مقياس تصغير، لان هنا المقياس اجابته اصغر من الواحد، اصغر من ايه، من الواحد الصحيح. طب هنا 150 على 1 يعني اللي هي 150. طب ال 150 دي اكبر من الواحد، اكبر من ايه، من الواحد الصحيح، فده اسمه ايه، مقياس تكبير. ده تكبير وده تصغير. ليه مس؟ اصل اللي اكبر المقياس الاكبر من الواحد تكبير من الواحد الصحيح. طب والمقياس اللي اصغر من الواحد تصغير. ثبت المعلومة دي في دماغك. تمام، تعال نكمل باقي مسائلنا. طيب السؤال اللي بعده بيقول إذا كانت المسافة بين مدينتين 24 كيلو متر، فأوجد المسافة بينهم بالسنتيمتر على خريطة مرسومة بمقياس 1 إلى 400,000. طيب تعالي كده مع بعض. أقول مقياس الرسم يساوي الطول في الرسم على الطول الحقيقي. هنا قال لي ايه، اوجد المسافة ايه بالسنتيمتر. اركز على الحتة دي، يعني معناها ان دول مقياسهم بالسنتيمتر، يبقى المقياس السنتيمتر. يبقى هنا 1، يبقى المقياس الرسم عطوني بكام؟ 1 على 400,000 يساوي الطول في الرسم كام؟ ما جايبهوش، اكتبها زي ما هي، الطول في الرسم. طب الطول الحقيقي كام؟ 24 كيلو متر. طب 24 كيلو متر وهنا عايز بالسنتي، يبقى انا لازم احول 24 كيلو متر لسنتيمتر. طب ال 24 كيلو متر قلنا الكيلو متر فيه كام سنتيمتر؟ في 100,000 سنتيمتر، فاضرب ال 24 يا ولاد في ال 100,000، يبقى 24 في 100,000 يبقى 24 وقدامها كام؟ 5 أصفار، هتبقى 2,400,000. بعد كده هعمل ايه؟ هقول له الطول في الرسم يساوي، هضرب دي في دي واقسمهم على دي، 1 في 2,400,000 في 1 2,400,000 400,000 سوري، على 400,000. طيب بعد كده هقسم، هقول على 400,000 وهنا على 400,000 هيساوي، هنا فيها 6 وهنا فيها 1، يبقى 6 على 1. طب هنا مقياس الرسم 6 على 1 اللي هو صورة الطول، يبقى 6 على طول مش على 1. 6 خلاص، اللي 6 على 1 بتساوي 6، يبقى الطول في الرسم كام؟ 6 سنتيمتر. 6 سنتيمتر لأنه قال لي عايز الطول في سنتيمتر. المسألة كلها على بعضيها اهي، هو قال لي عايز المسألة بالسنتيمتر، رحت انا حلتها له.
جبت وضربت مقصات وعملت. تمام، مفهومة؟ ندخل على اللي بعديها. لو جاتلي مسألة بالشكل ده قال لي فيها استخدم المسطرة، ثواني. طيب، استخدم المسطرة في قياس المسافة بين القاهرة والإسكندرية على الخريطة التي أمامك، واستخدم مقياس الرسم لإيجاد المسافة الحقيقية بين القاهرة والإسكندرية. طب أول حاجة بجيب المسطرة يا ولاد وبقيس الجزء ده اللي هو عارفين المنقط ده اهو، بقيسه. فجيت أنا قست لقيته 4 سنتي. تمام. فهنا عايز ايه دلوقتي؟ عايز اجيب المقياس الرسم. طب انا عايز اعرف اجيب مقياس الرسم، استخدم مقياس والرسم الخريطة لايجاد المسافة الحقيقية. هو عايز المسافة الحقيقية بين القاهرة والاسكندرية. طيب مقياس الرسم، طب انا عايز اعرف هنا المقياس كام. هنا جايب لي اول حاجة هنا قصاد الواحد 55، الاتنين هنا 3، هنا 4، هنا الخمسة. تمام. طيب يبقى انا اقول له هو من صفر عدى مثلا هنا زي الايه، زي خط الاعداد كده. فهنا من صفر لخمسة وخمسين، وبعد كده 110، فهنا زيادة 55 ماشي، بيزود 55، كل ما يمشي يزود 55 على الرقم اللي بعده. طب هنا كتبت هنا في الواحد سنتي، هنا الاتنين سنتي، هنا التلاتة سنتي، هنا الأربعة سنتي، هنا الخمسة سنتي. طب أنا جيت في المقياس قست لقيت 4 سنتي، يبقى على طول وش كده هقول له بيساوي ايه. الأربعة سنتي هي عندنا كام؟ 220. يبقى المسافة الحقيقية بيساوي 220. انا جبتها على طول. طب في ناس تقول لك لا انا حابة اعمل ايه، مش عندي الواحد 55 وهو 4 سنتي، يبقى اضرب الواحد في 4، سوري ال55 الواحد قصدي ال55 في 4، ال55 في 4 هتساوي كام؟ برضو 220 هي. تمام. امتى استخدم الطريقه دي وامتى استخدم الطريقه دي؟ في حاله ان انت جيت المعداد بتاعك وجيت الرسمه لقيت 4 موجوده معاك في العداد بتاعك او في الخط بتاعك، خلاص طلعها من الخط على طول وريح دماغك احسن ما تعمل عمليه الضرب. لا مش موجوده، يعني مثلا جاب لي جيت اقيس لقيتها هنا 7 سنتي، مش موجوده 7 سنتي يا مستر، هقول له ايه؟ هضرب اللي هي المقياس الواحد سنتي اللي هو ال55 في السبعة. فهمتوا؟ طب افرض 9 سنتي يبقى اضرب ال55 في التسعة، هكذا. بمسك اول واحد هو اللي بضربه في عدد السنتيمتر اللي انا عندي عشان اجيب المسافة الحقيقية. فهمتوا بعمل ايه؟ لان هنا في المسألة دي يا ولاد ان الواحد سنتي على الخريطة بيساوي 55 في الحقيقة، 55 كيلو متر في الحقيقة. لما يجيب لي ميدان زي كده ده معناه ان الواحد سنتي، معناه الواحد سنتي بيساوي 55 كيلو متر في الحقيقة. تمام. اي كان المعداد او الخط اللي هيجيبوا لي، يعني مثلا ممكن يجيب لك خط تاني فيه قيم تاني. يعني مثلا لو جاب لي خط كده 0، 25، 50 هكذا بزود 25 وهو ماشي، 75، 100. يبقى انا هعرف ان هنا اول واحد اللي هي المفروض واحد، يبقى اقول له كل واحد سنتي 25 كيلو متر في الحقيقة. يبقى الواحد سنتي كله ليه كام؟ 25 كيلو متر في الحقيقة. ده الايه لو انا جاب لي بالشكل ده او مسألة بالشكل ده. طيب المثال ده مثلا يجيب لك شكل زي كده مربع على شكل غرفة على شكل مربع. تمام. بيقول لك في الشكل المقابل في حجرة مربعة طول ضلعها 4 سنتي، يعني الضلع الواحد فيها، ثواني اثبت بس القلم، طول الضلع فيها 4 سنتي، بحيث ان كل 1 سنتي في النموذج يمثل 1.5 متر في الحقيقة. يعني انا ال4 سنتي دول عايزة اعرف كام في الحقيقة. ماشي. فاوجد عايزة هنا بقى، عايز المساحة، عايزة المساحة. طبعا انا عارفة ان المقياس الرسمي بيساوي الطول ان في النموذج او الطول في الرسمة على الطول الحقيقي. طيب هقول له او اكمل بعد كده في الحل عندي، هقول له ايه؟ هقول له الواحد سنتي في كام؟ 1.5، يبقى 1 سنتي ده اللي في الرسم بيساوي 1.5 في الحقيقة. 1.5 ايه؟ متر. المتر فيه كام سنتي؟ في 100. تبقى 1.5 100 يعني 150، يبقى 150 سنتي. تمام. اتفقنا؟ يعني ليه ممكن تكتبها اهي
ممكن تكتبها 100 اهو، 1.5 سنتي، لا دي لا دي. تمام. طب بس اهم حاجه دي لان سنتي فوق سنتي عشان اعرف ايه اختصر. طب بيساوي الطول في الحقيقي على الطول في الحقيقي كام؟ مش عارفه. طب الطول اللي في الرسمه اللي هو جايبها لي 4 سنتي، وهنا عايز الطول ايه الحقيقي. هجيب الطول الحقيقي ازاي؟ هقول الطول الحقيقي بيساوي 4 في 150، 4 في 150 بيساوي 600 سنتيمتر، اللي هي 6 متر. 600 اللي هي ليه 6؟ لأن السنتيمتر 100 سنتيمتر فيهم كام متر؟ متر واحد. أو أو المتر فيه 100 سنتيمتر. تمام. اهو ده رمز المتر. عارفين. تمام. طيب يبقى أنا ضربت 4 في 150، ضربت 4 في 150 عملت مقص زي كده. طب اي حاجه على واحد بنفسها، فعشان كده انا الواحد ما اهتمتش بيه وما كتبتوش لانه ملوش لازمه، لان اهو هسمت عليه. يعني انا بضرب دول في بعض واقسم على الواحد. طب بقى ضربت 4 في 150 فيها الكام؟ فيها 600. 600 سنتيمتر فيهم كام متر؟ فيهم 6 متر. 6 ايه متر. يبقى الطول الحقيقي 6 متر. طيب بعد ال6 متر انا كده جبت خلاص الحل؟ لا، ده انا عايز المساحه لسه، عايز المساحة، فأنا لازم أجيب المساحة. طيب هو هنا قال لي الشكل إيه؟ مربع. طول ما الشكل مربع أنا عارف إن المربع طوله قد عرضه، فمساحة المربع تساوي طول الضلع في نفسه في نفسه. يبقى يساوي 6 متر في 6 متر بيساوي 36 متر مربع. 36 متر ايه مربع. طب تعال نحل شويه كده على اللي احنا شرحناه دلوقتي. اول حاجه مقياس الرسم، خلاص عرفنا الطول في الرسم، ده القانون اللي انا همشي بيه على طول، على الطول الحقيقي. طيب اذا كان مقياس الرسم ماله اكبر من الواحد، اكبر من الواحد قلنا ايه؟ تكبير. عبر عن ايه؟ تكبير. طب لو اصغر من الواحد تصغير. زي مثلا لما انا اكون معايا نمله وعايز اعمل لها رسمه، طبعا بكبرها، هي بيصغرونها خالص، فانا بعمل لها تكبير زي مقياس رسم كبير، ان انا بكبرها عن هي طبعا عن مقياسها الحقيقي. تمام. زي مثلا الجرثومه، زي الحاجات دي لما بتاخدوها في العلوم، فاحنا بنعملها كده تكبير. طب لو مدينه او بيت او كده بنعمله زي رسمه كروكي كده صغيره، فدي اسمها تصغير. طب اذا كان مقياس الرسم 200 الى 200 الاول، يعني ده مقياس الرسم على كده، الى 1 اللي هو المسافه الحقيقيه 1، يبقى ده اسمه ايه؟ ده هنا ايه المقياس؟ 200 الى 1. يبقى انا عملت ايه هنا؟ تكبير، لان في الرسم اكبر من الحقيقه. طب اذا كان طول في الرسم 5 سنتي وفي الحقيقه 15 متر، مقياس الرسم هتبقى ايه؟ هقول في الرسم 5 سنتي على 15 عشان احولها متر الى سنتي. المتر فيه كام سنتي؟ فيه 100، يبقى اضرب 15 في 100 ب1500 ايه سنتيمتر. طيب لما بسطها هتبقى على الخمسة فوق وتحت، هتبقى 1 سنتي على 300 سنتيمتر. طيب هنا برضو هسيب لكم السؤال ده، انا كنت هسيب لكم السؤال بس هحله معاكم. طيب إذا كان طول حشرة 4 سنتي فطولها الحقيقي 2 ملي، يبقى أقول له 4 السنتي فيه كام ملي؟ السنتي فيه كام ملي؟ أحول من الكبير للصغير دايما لما أبص يا ولاد.
احول من الكبير للصغير، يعني الصغير عندي سنتيمتر يبقى الكبير يتحول لسنتيمتر. هنا الميلي الكبير السنتيمتر يبقى هحوله لملي. تمام. الأربعة سنتي فيها كم ملي؟ السنتيمتر فيه 10 ملي، يبقى 40 ملي على 2 ملي هيساوي كم المقياس؟ 20 ملي قياس الرسم. تمام. عرفت بنحل ازاي؟ طيب المثال اللي بعده، إذا كانت المسافة الحقيقية بين القاهرة ودمياط 200 كيلو متر، والمسافة بين الخريطة 5 سنتي، فوجد المقياس الرمزي. طبعا المقياس لازم وحدتين القياس تبقى بعض. احنا قلنا بنحول الكبير للصغير، يبقى 200 فيها كام؟ 5 سنتي. هقول له 200 ثواني 200 كيلو متر فيها كام سنتي؟ الكيلو متر فيه كام سنتي؟ فيه 100,000 سنتي. يبقى اقول له اضربها، هيحط 5 اصفار على الصفرين اللي عندي، عشان 100,000 فيه 5 اصفار اهو. يبقى 20 مليون سنتيمتر. 20 مليون سنتي ايه متر. يبقى مقياس الرسم هتبقى 5 سنتي اللي هي الخريطة، طول في الخريطة، المسافة في الخريطة، على الطول الحقيقي اللي هو 20 مليون سنتي. تمام. طب لما اجي ابسطها على الخمسة فوق وتحت، على الخمسة فيها الواحد، 20 على الخمسة فيها الأربعة، يبقى 1/4 مليون سنتيمتر. سنتي هنا وهنا سنتيمتر. ده مقياس الرسم. تمام. مثلا السؤال ده: صنع نموذجا لبرج القاهرة بمقياس 1/200، فإذا كان طول البرج للقاهرة 187 مترا، فما طول البرج في نموذج بالسنتيمتر. أول حاجة هكتب له مقياس الرسم القانوني بتاعي بيساوي الطول في الرسم على الطول الحقيقي. بعد كده هعمل ايه؟ بس هو مش قال لي المقياس الرسم 1/200، يبقى أنا هكتب تحت مقياس الرسم اللي هو 1/200. تمام. بعد كده يساوي، هنا انا عايز الطول في الرسم. فين الطول في الرسم؟ هو جايب لي الطول في الرسم؟ لا مش موجود، ده هو عايزه. يبقى اقول له الطول في الرسم اللي هو الطول في النموذج اللي هو عايزه. الطول في النموذج اسيبه زي ما هو. تمام. بعد كده اقول له 187 دي هنا متر، وانا عايزاها بالسنتيمتر. طب اقول له المتر فيه كام سنتيمتر؟ فيه 100 سنتيمتر. هضرب ال 187 في 100، هتبقى الإجابة 18700. تمام. طيب بعد كده أقول له الطول في النموذج يساوي، هضرب دول في بعض وأقسم على 200. طب أي حاجة في واحد بنفسها هتبقى 18700 على 200 هيساوي كام؟ الصفرين دول هيطيروا مع بعض، والإجابة هتبقى معايا، هتبقى 18 على 2 فيها 9، و7 على 2 ما تنفعش فيها، هي التلاتة يعني 3، واتفضل معايا 1 على 2 فيها 5/10. هو الواحد يعني الواحد هقسمه على 2 فيها 5/10، يبقى 63 وكام و5/10 سنتيمتر مربع. قسمت الواحد على 2 ما ينفعش، 18 على 2 فيها 9، 7 فيها كام؟ 2 3 واتبقى من ال7 1 قسمته على 2 فهو كل واحد نص، يبقى نص. تمام. يبقى انا جبت الطول النموذج 93.5 او 5/10 ماشي سنتيمتر. كده انا جبت الطول في النموذج. تعال نحل مثال تاني. السؤال اللي بعد كده: رسم مصطفى صورة لأخيه أحمد، وإذا كان مقياس الرسم 1/4 وطول أحمد 160 سنتي، فما طول أحمد في الصورة؟ إذا هكتب طبعا القانون بتاعي، المقياس
الرسم يساوي الطول في الرسم أو في الصورة على الطول الحقيقي. طب المقياس في الرسم هقولي كام؟ 1/4 يساوي هنا، وقال لك وطول أحمد هنا بالسنتيمتر، هو جايب المقياس كله بالرسم بالسنتيمتر ماشي. وهنا الطول في الرسم هو اللي ايه مش عندي، يبقى انا هسيبه زي ما هو، اقول طول في الصورة. طب هنا يا مس هحول الوحدة، هنا جايب لي سنتيمتر وهنا ما جابليش يعني رسمة هنا مقياسها معتقد سنتيمتر، فيبقى ايه هسيبها زي ما هي 160 زي ما هي، مش هعمل حاجة فيها لان انا سنتي وهنا سنتي. اهم حاجة ان الوحدة كلها تبقى شبه بعض، يعني كلهم لو سنتيمتر كلهم سنتيمتر، لو كلهم متر يبقى كلهم متر، كلهم ملي يبقى كلهم مليمتر. فاي رقم هتلاقيه اكبر او اي وحدة تلاقيها اكبر تحولها الى الوحدة الصغيرة اللي زيها. تمام. طيب يبقى الطول في الصورة يساوي، اضرب هنا 1 في 160 في 60 ب160 على 4، الصفر ينزل 16 على 4 على 4 سنتيمتر، يبقى 40 سنتيمتر، يبقى في الصورة هياخد 40 سنتيمتر. تمام. تعال نحل شوية اختياري. أي من المقاييس الرسم التالية يعبر عن التصغير؟ التصغير إن أنا بقولت إن أنا بكون أصغر من الواحد، ببص على الحاجة الأصغر من الواحد. هنا المقام البسط 70 على 1، طبعا دي أكبر من 1 ما تنفعش معايا، دي كده تكبير، دي كده تكبير، دي كده تكبير. الوحيدة اللي فيهم تصغير دي، لأن 1 هقسمه على 7000، يبقى دي الوحيدة اللي فيهم تصغير، لأن ببص على البسط يا ولاد، بصوا على أول رقم، لو تلاقيتوه هو الكبير يبقى هو ايه ده كده تكبير، لو تلاقيته هو الاصغر يبقى ده كده ايه تصغير. السؤال اللي بعده بيقول لك اذا كان الطول في الرسم 2 سنتي والطول الحقيقي 6 متر فما هو مقياس الرسم؟ هنا مقياس الرسم هقول له 2 سنتي واحول المتر الى سنتي، المتر فيه كام سنتيمتر؟ في 100 يبقى 600 سنتيمتر. هقسم هنا ابسط، هنا هقسم على الاتنين فعل فوق، هقسم على الاتنين فعل 1 وتحت هقسم 600 على الاتنين فيها 300، يبقى فيها 1 إلى 300 اللي هي مين دي. تمام. اللي بعديها طيب هنا بيقولك إذا كان مقياس الرسم 1 إلى 1000 وطول في الرسم 2.5 سنتي، فما الطول الحقيقي بالمتر؟ طيب أول حاجة أنا عندي المقياس هنا 1 على 1000 يساوي، ثواني أصغر شوية خطي وأقرب هنا، اكتبها هنا 1 على 1000 يساوي الرسم كام؟ 2.5. يبقى أنا عايزة كده الطول الحقيقي، هعمل ايه؟ هضرب 1000 في 2.5، يبقى الطول الحقيقي بيساوي، بس هنا خلي بالكم 1000 هنا سنتيمتر هنا سنتيمتر، أو خلي بالي هنا سنتيمتر، فهو عايز الطول الحقيقي بالايه؟ بالمتر. يبقى أنا هضرب في 1000 وبعدين هعمل ايه؟ هقسم على 100، هقسم على 100 عشان احول من السنتيمتر للمتر. يبقى لما اضرب في 1000 العلامة تطير في حركة وتظل في صفرين، يبقى الناتج الحقيقي يساوي صفرين على 100 يساوي 25 متر. 25 متر، 2500 على 100 فيها 25 متر. عرفت بعمل ايه؟ يعني انا ضربت الاول 1000 في 2.5 هتبقى معايا 2500، 2500 ده سنتيمتر، انا عايزه احولها لمتر، فبعد كده هقسم على 100، بقسم على 100 عشان احولها للمتر، احول من سنتي لمتر. لما احول من الصغير الكبير، الصغير يتقسم الكبير يتضرب، لو انا عندي الوحده الكبيره يبقى بضربها، لو عندي الوحده الصغيره بقسمها. الحاجات دي المفروض عارفينها من صف خامس وصف سادس، انا حبيت ايه ارجع لكم تاني عليها. تمام.
السؤال ده برضو نفس فكرة السؤال اللي فات، هو بيقول لك هنا إذا كان طول قناة السويس على الخريطة المرسومة بمقياس 1/1,000,000 طبعا هنا وحدة القياس السنتيمتر، فما هو وهو 15 سنتيمتر، فما هو الطول الحقيقي؟ طبعا هقول هنا الطول الحقيقي على طول، الطول الحقيقي يساوي، هضرب ال 15 في ايه؟ في 1,100,000. تمام. بعد كده انا عايزه احول على واحد، انا ضربت دول في بعض وقسمت على الواحد، عشان لو حطيتهم في الكسر هيبقى كده. طبعا هي حاجه على واحد يعني بنفسيها هتبقى 15 في ال 11 مليون او الواحد مليون. طب قبل ما اضرب ممكن اقسم بالمره على طول، هنا هتساوي، بعد كده هقسم على كام عشان احول، او اضربها الاول عشان ما تتلخبطوش. ثواني طيب اوسع على نفسي. هتبقى 165. تمام. يبقى 16,500,000 على واحد. طيب انا عايزه احولها من سنتيمتر لكيلو متر، هقسم على 100,000. لما اقسم على 100,000 الخمس اصفار هيطيروا مع بعض، هتفضل لي 165 متر، 165 كيلو متر، سوري كيلو متر، عشان حولت من سنتيمتر لكيلو متر، كيلو متر. تمام. تعالي نشوف الاختيار ده فين اهو، 165. تمام. عرفتوا بعمل ايه؟ طيب مثال تاني، بيقول لي اذا كان مقياس الرسم الخريطة هو، وجايب لي هنا الصفر بقت 30 و30 بقت 60 90 120، بزود 30 وانا ماشية، فكانت المسافة بين مدينتين على الخريطة هي 3 سنتي، فما المسافة الحقيقية بينهم؟ أول حاجة هنا لو لاحظ إن كل كيلو متر 1 سنتي، يعني أنا كل أهو لكل كيلو متر 1 سنتي، وهنا 2 سنتي، هنا 3 سنتي، هنا 4 سنتي، يبقى عندي التلاتة اللي هو عايزها كام كيلو متر؟ 90 كيلو متر. تمام. 90 كيلو ايه متر. طيب يبقى هو عايز المسافة هيك 90 كيلو متر. طيب بعد كده لو سألني هنا اي مقاييس تعبر عن التكبير، ببص على طول على الايه، على البسط الاكبر، اللي هو الرقم الاولاني يكون اكبر من الثاني. تمام. لو تلاحظوا هنا واحد صغير، هنا واحد صغير اصغر من الثاني، انا الوحيد اللي عندي اكبر في البسط هو مين؟ 50/1. طب السؤال ده اخر سؤال معانا، فكرك قبل ما احله ان انت تعملي لي اشتراك في القناة ولايك للفيديو وفعل الجرس عندك عشان يوصلك كل جديد. السؤال بيقول لك ايه، اذا كان طول حشرة 3 ملي وطولها بعد التكبير 4.5 سنتيمتر، فما هي نسبة التكبير؟ طب اول حاجة نسبة التكبير من غير تعب، انا ما ينفعش نسبة التكبير استخدم فيها الواحد، لان هي دي نسب تصغير، دي تصغير، لان البسط اصغر من المقام، يبقى انا عندي الاحتمالية لدي لدي، دول كده كده متلاشين من الاختيار. تعالى كده نشوف ايه انا هختار انهي فيهم. اول حاجة هقول له انا هحول الوحدات تبقى بعض، دي 3/10 ملي ودي 4.5 سنتي، فال4.5 سنتي فيها كام ملي؟ هضرب هنا في 10 علشان احولها اهي، ثواني عشان ما تلخبطوش اهو، 4.5 في 10 عشان السنتي فيه 10 ملي، فيها 45 ملي. تمام. 45 ايه ملي. طيب ال45 دي اروح اعمل ايه؟ اضربها في 3 ملي، 3/10 تبقى 45 في 3/10 هتبقى كام؟ سوري، مكان الضرب اقسمها، قصدي سوري، اقسمها على
3/10، لان انا دلوقتي عايز نسبة التكبير، فانا هقسم اللي هو التكبير على الطول الحقيقي، فهتبقى 45 على 3/10. طب هتبقى 45 ثبت واضرب واقلب، تبقى 10 على 3. على 3 هنا فالواحد، على 3 هنا فال15، هتبقى 15 في 10 ب150. 150 يبقى هنا 150 إلى إيه 1، يبقى اهي تمام. يبقى الإجابة د. كده أنا خلصت. شكرا لكم يا صف أولى إعدادي، وأتمنى لكم التوفيق، وأتمنى تكون المعلومة وصلت بشكل صحيح واستفدتوا، وأتمنى متنسونيش بدعمكم. شكرا.